مساء الفل. النهارده مصر كسبت 3-0 على منتخب كاب فيردي، المنتخب اللي تعبنا في افريقيا الاخيره. فوز مستحق على الشوط الاول، بس الشوط الثاني احنا ما جيناش، ما ظهرناش. حاجات كتير فرقت مع منتخب مصر. هنتكلم في كل ده النهارده في ما لعبتش كوره. هنبتدي مع الاختيارات. كابتن حسام حسن، انت عندك اختيارات كتير عليها علامات استفهام. عندك عمر كمال وعمر جابر، اتنين لعيبه جواكر، كل واحد فيهم بيلعب في مركز واثنين وثلاثه. عمر كمال بيلعب باك رايت وبيلعب وينج ليفت وبيلعب وينج رايت، لعيب هيفرق معاك جدا. اختلافاتك الشخصيه معاه دي ما تاثرش على منتخب مصر، لان ده منتخب مصر. احنا محتاجين نحب بلدنا ونحب منتخبنا اكتر من اي حد. عمر جابر كان فارق مع الزمالك، كان اكتر لعيب باين في اخر الموسم، ليه ما ينضمش؟ محمد حمدي لعيب كويس جدا، بس مش لعيب منتخب مصر اساسي. ممكن يكون دكه، ممكن يكون لعيب ثالث باك شمال، لكن انا ما ينفعش اعتمد عليه كهو باك شمال لوحده. احمد حجازي، ودي حاجه غريبه جدا انا مش فاهمها. احمد حجازي لتاني مره يجي منتخب مصر، ولا بيشارك اساسي ولا بيشارك احتياطي. وليه الاعب حمدي فتحي اللي هو الراجل اللي بيلعب دستروير رقم 6، ليه العبه مساك؟ الحاجات دي بتفرق معانا جدا، ومع منتخبات قويه ومع منتخبات كبيره هيقدروا يستغلوا نقط الضعف دي. النهارده حمدي فتحي بيلعب مكان عبد المنعم اللي ما جاش من نيس. طب محمد عبد المنعم ما جاش ليه؟ تخبطات اداريه كبيره جدا في اتحاد الكوره. اصل احنا بلغنا الاهلي، اصل احنا بعتنا النيس، ويطلع نادي نيس يقول لك اصل ما حدش كلمني. يا جماعه احنا محتاجين نكون اداريا فاهمين احنا بنعمل ايه. لعيب لسه محترف من شهر ولا من 15 يوم مش عارفين نجيبه المنتخب، ويطلع اللعيب يقول لك انا عايز اكمل مع فرقتي عشان اتاقلم. لا يا حبيبي، انت منتخب مصر اهم بالنسبه لك مليون مره من اي فريق. انت مش هتعرف تحترف في اوروبا ولا تلعب في نادي كبير في اوروبا الا لما تكون اساسي في منتخب مصر. نروح بقى لبقيه الاختيارات. اسامه فيصل مهاجم، مع محمد الشامي مهاجم، مع مصطفى محمد نجم الدوري الفرنسي واللعيب الاساسي لمنتخب مصر. النهارده مصطفى محمد اتصاب، مين اللي نزل مكانه؟ نزل محمد النني، الراجل اللي هيلعب في نص الملعب. ليه؟ لان انا ما عنديش ثقه كبيره في الاثنين المهاجمين اللي عندي. طب انا اخترتهم على اساس ايه؟ يا كابتن حسام، الاختيارات لازم تكون بعنايه. احنا مش بنجيب لعيبه تكمل قايمه، احنا مش بنجيب لعيبه تتحط على الدكه او تطلع بره القايمه. محمد الشامي راح المنتخب على اساس ايه؟ راجل عمل ايه او بيأدي ايه بيخلينا نشوفه ان هو يلعب في منتخب مصر. الحاجات دي عايزينها تتغير وتتحسن في الفتره الجايه. يا ريت العناد والشخصيه، الشخصيه القويه موجوده. كابتن حسام حسن النجم الاشهر في تاريخ منتخب مصر، ما عنديش مشكله في ده، بس انت دلوقتي مدرب، انت دلوقتي بتتحاسب على كل اختيار، بتتحاسب على كل ماتش، على كل دقيقه، عشان في البطولات الكبيره قدام المنتخبات الكبيره ده هيأثر قدامهم جدا جدا جدا. خلينا نتعامل ان انا مش بحب وبكره، ده منتخب مصر الاهم من اي شيء. ونخش بقى على الماتش. ابتدينا في التشكيل: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني على اليمين، محمد حمدي على الشمال، رامي ربيعه مساك يمين، مساك شمال حمدي فتحي. ودي كانت حاجه غريبه جدا انا مش فاهمها ومحدش فينا فاهمها. حمدي فتحي لعمره لعب في طريقه 4 مساك. في نص الملعب مروان عطيه رقم 6، ناحيه اليمين زيزو 8، ناحيه الشمال تريزيجيه 8. اللي هو احنا بنلعب بمنتخب بيطير بس. زيزو ناحيه اليمين طاير، تريزيجيه ناحيه الشمال طاير. مين هيدافع مع مروان لوحده؟ محمد صلاح ناحيه اليمين قدام، ناحيه الشمال مرموش، ومصطفى محمد مهاجم. ابتدينا بشكل متحفظ وشكل ما فيهوش اداء كروي عالي. المنتخب كله افراد بتتحرك، افراد بتطلع اللي عندها، لكن كتكتيك وكخطه مفيش. ما حسيتش ان في جمله محفوظه، ما حسيتش ان في حاجه بتتقال في الملعب. الكلام ده كله بيأثر على مدى طويل ان احنا ما بنعملش اداء، مفيش تكتيك محفوظ. احنا حاطين خطه وحاطين اسماء، لكن الاسماء دي مش هتنفذ اللي مطلوب. هو ايه اللي اتطلب منهم علشان يعملوه؟ النهارده محمد صلاح كان بينزل لغايه دايره نص الملعب. يا كابتن حسام، محمد صلاح خطورته كلها ان هو يبقى في التلت اللي قدام علشان يقدر يطلع لك المجهود او الاداء اللي انت منتظره منه. واحنا بنتفرج على الماتش شفنا ان كاب فيردي عنده مشكله ما بين خط دفاعه وبين خط النص، ان الحته دي فاضيه خالص. كنت اتمنى ان انا اشوف محمد صلاح هو اللي بينزل فيها وزيزو هو اللي بيروح ناحيه اليمين، لكن انا لقيت ان صلاح بينزل خالص وبيرجع على دايره نص الملعب، وزيزو بيكمل ناحيه اليمين. ومع اول هجمه منظمه لمنتخب مصر، تسديده ضعيفه بتطلع لضربه ركنيه بينفذها محمد صلاح، بيبصيها لزيزو، زيزو بيعمل 1-2 مع مروان عطيه، بترجع لزيزو اللي بيعمل اوفر عظيم لرامي ربيعه، بيطلع يسجل الهدف الاول. بعد ما سجلنا الجول اتحررنا في الملعب وبقينا اكتر تحكم في الكوره.
كوره من مروان عطيه بتطلع لمصطفى محمد في هجمه مرتده بيبصيها لعمر مرموش اللي بيروح انفراد على الجول. عمر مرموش متالق في الفتره الاخيره، بيقدر يسجل الجول الثاني في الدقيقه 46 وده افضل وقت تجيب فيه الجول الثاني وانت داخل اوضه اللبس كسبان 2-0. شوط اول كويس، اداء فردي من اللعيبه حاولت ان هي تعمل اللي عليها. احنا في بدايه سيزون، ده الكلام ده كله مؤثر، بس الاداء كان مش اللي احنا منتظرينه من منتخب مصر. وانا كنت شايف ان احنا في نص الملعب كنا محتاجين لعيب بدل زيزو او تريزيجيه. ما ينفعش ان انا لاعب زيزو وتريزيجيه الاثنين 8. هتلاعب زيزو يبقى تلاعب حد تاني بيقدر عنده قدرات دفاعيه يقدر يساعد مروان عطيه، لكن ان انت تلاعب الاثنين ده اثر جدا على منتخب مصر في نص الملعب. كنت اتمنى ان ده يحصل في الشوط الثاني، لكن دخلنا الشوط الثاني بنفس التشكيل وبالاداء الاقل. اللعيبه كلها ابتدت تقع، منهم تريزيجيه نجم منتخب مصر مش ظاهر، مش موجود. مع اول 10 دقايق مصطفى محمد بيقع منك، مسك الخلفيه. جينا الاول تغيير مصطفى محمد راس الحربه الاساسي لمنتخب مصر اتصاب. التغييره كانت ايه يا كابتن حسام؟ ان انت نزلت محمد النني في نص الملعب يلعب رقم 6، وقمت واخد رقم 6 مروان عطيه لعبته رقم 8 ناحيه الشمال، وقمت واخد تريزيجيه لعبته وينج شمال، وقمت واخد الوينج الشمال مرموش لعبته راس حربه. انت غيرت 4 مراكز عشان لعيب واحد اتصاب. وده يرجعنا بقى للاختيارات اللي احنا اتكلمنا فيها، ان انت مش مختار راس حربه يقدر يلعب مكان مصطفى محمد. انت اخترت 2 والاثنين ما فكرتش فيهم، الاثنين عينيك ما راحتش عليهم. انت فكرت ان انت تنقل اختيارات في الملعب على قد ما انت ما فكرتش ان انت تجيب راس حربه تلعبه. واحنا بجد يا كابتن حسام محتاجين نراجع اختياراتنا. نظريه بحب وبكره دي مش هتبقى حلوه معانا. احنا كنا محتاجين حد يشدنا لقدام، حد يطلعنا لقدام. الفرقه تراجعت، مضغوطين جدا. انت مشكلتك يا كابتن حسام ان انت حرقت 2 وينج رايت و2 وينج ليفت. حرقت زيزو وصلاح وهم موجودين في الملعب، حرقت تريزيجيه ومرموش وهم خلاص اوريدي موجودين في الملعب. محتاج حد يشدك. خلاص مفيش غير مصطفى فتحي وابراهيم عادل اللي انت اصلا اتاخرت في تغييراتهم. طب احنا اتاخرنا ليه؟ انت في بدايه الموسم، يعني اللعيبه دي مش هتقدر تديك اكتر من 55 60 دقيقه. انت ضغطت عليهم جدا واتاخرت جدا، وفعلا لما نزلت الاثنين اللعيبه دول شدوك لقدام وضغطت جدا لغايه لما ابراهيم عادل هو اللي سجل الجول. كره عرضيه ممتازه من محمد حمدي بيفوتها ابراهيم عادل لمحمد صلاح اللي ما بيلحقهاش، بتروح لمصطفى فتحي التبديله برضو الثانيه اللي بيحطها في الجون والجون بيصدها ببراعه، وبتيجي لابراهيم عادل بشماله بيحطها في سقف الجول. واحنا قاعدين بنتفرج كنا شايفين ان الاثنين دول لو نزلوا من بدري شويه كانت النتيجه رفعت، لان فريق كاب فيردي بيضغط وعايز يسجل وعايز يرجع للماتش، والاثنين صراع خفاف بيقدروا يسجلوا. وانت فريق كاب فيردي لقى ان هو مش هيقدر يرجع والماتش خلص بالنسبه له. كملنا بقيه الماتش محاولات بسيطه من هنا ومن هنا وقدرنا ان احنا نخلص الماتش 3-0. تجربه كويسه جدا. انا شايف ان احنا محتاجين شويه تعديلات بسيطه مش كتيره، وشويه تغيير في التكتيك، واللعيبه دي تتعود على خطه الكابتن حسام حسن. التغييرات اللي في الملعب، انت لما خليت 2 وينج ليفت بيلعبوا في الملعب، 1 8 و1 وينج ليفت، انت خلاص ما خليتش جنبك الفرده اللي تمشي لك بقيه الماتش او تعلي لك الريتم في ماتش معين. لما لعبت زيزو ولعبت صلاح انت خلاص ما خليتش الوينج رايت ان انا جنبي صلاح او جنبي زيزو، وده مستحيل ان صلاح يبقى جنبك. ماشي انا معاك، زيزو يبقى جنبي. لما صلاح ينهك او يتعب لازم انزل زيزو الحقه بزيزو، وصلاح ممكن يخرج يا كابتن حسام. مش لازم صلاح 90 دقيقه يكون في الملعب، لان هو بيتاثر وبيتضغط عادي، لان صلاح ده اهم لعيب في فرقتك. الفرقه الثانيه بتلعب عليه، المدربين التانيين بيدوا تعليمات صارمه ان صلاح ما يعديش، فصلاح بيبقى اكتر لعيب مضغوط عليه في الملعب. بالنسبه للجمل اللي في الملعب انا محتاج اشوف جمل غير الضربات الثابته. الضربات الثابته انا عندي حد ممتاز، زيزو اكتر واحد في مصر بيعرف يعمل اوفر ممتاز، ممكن اخليه هو اللي يلعب الضربه الركنيه مش صلاح. هي مش حكر على محمد صلاح. انا محتاج اشوف جمله في الملعب توريني قد ايه المنتخب متحكم في الكوره، لكن انا ما شفتش ان احنا بنقدر نطلع بالكوره، ما شفتش ان احنا بنقدر نباصي بسلاسه. لا احنا طلعنا بالكوره صعب جدا. محتاجين نشتغل على ده الفتره اللي جايه، ومحتاجين نشوف اداء احسن من ده. ودي كانت وجهه نظري في ماتش النهارده بين مصر وكاب فيردي. مبروك علينا 3 بونت. عندنا ماتش يوم 10، نتمنى نتفادى الاخطاء دي كلها ونعمل ماتش كويس جدا. انا ديبو وده ما لعبتش كوره.